هتلاحظ دايما ان في حاجة بتتدمر وحاجة بتتبني قصادها، فكرة بتتدمر عندك وقصادها فكرة بتتبني. وده مش معناه ان التدمير حاجة وحشة، ده معناه ان انت مش هتعرف تبني غير لما تدمر على الحاجة القديمة او الحاجة اللي ما عادتش نافعة او الحاجة اللي ما عادتش بتساعدك ان انت تتقدم في الحياة. اذا المصري القديم كان بيبص للتدمير بنفس العقلية دي، عقلية التطوير. عشان كده المصري القديم ما كانش عنده فكرة الخير المطلق والشر المطلق، تبقى انت قعدت ملك على عرش نفسك بتتحكم في كل المكونات اللي ربنا اداهالك عشان تساعدك لهذه الحياة من غير ما هي اللي تتحكم فيك. لاحظ انا بقول انت اللي بتحرك الامور وليس الناس. في الاول وفي الاخر انت مش رغبتك ان انت تقود الناس، انت بتقود نفسك، بتقود جسمك، بتقود عقلك، بتقود رغباتك وشهواتك، وليس بتتحكم فيها وليس بتثبتها، بتقودها. يعني بتعرف توديها ازاي وامتى وفين وبأنهي مقدار. في الحالة دي انت هتقعد على عرش نفسك ملك. فهمت اللي انا قلته من شوية؟ هتستنتج مباشرة ان المصري القديم كان بياخد صفات وخواص من هذه الرموز اللي هي ما اسمهاش آلهة، اسمها نترو، اسمها نتر. الواحد فيهم اسمه نتر، والإله ده هي ترجمة عربية خاطئة زي حاجات كتير قوي بتترجم لنا بشكل خاطئ. وزي ما كلنا مؤمنين بتعدد صفات الخالق عز وجل، يعني عارفين انه من اسمائه الرحمن الرحيم، وفي نفس الوقت من اسمائه الجبار المنتقم. بنفس الطريقة دي كان المصري القديم شايف انه النترو بيمثلوا الصفات المتعددة للخالق. فكانوا بيعملوا ايه؟ حاجة ذكية جدا، عشان عارفين ان عقلك وعقلي بيحاول يقرب دايما الصورة لحاجة تشبهه. يعني في الاخر انت عارف ان ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، يعني عارف ان هو مش على هيئتك، ولكن عشان تقدر تفهم صفاته انت بتتخيله في شكل حد رحيم. نفس الكلام ابتدوا يصنعوا رموز لهذه الصفات. فمثلا النتر سخمت بتمثل الجزء الأنثوي للقوة الجبارة، لاسم الله الجبار والمنتقم. ومن هنا عملوها على رأسها، وشها على شكل رأس أنثى الأسد، تديك الإحساس أو إيحاء القوة والانتقام.